أهلا بكم في الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات صندوق الإسلام. النهاردة عايزين نطلع من الصندوق بعض الأشياء عن قصة حياة محمد وعن سيرة محمد وعن علامات استفهام كثيرة مرتبطة بهذه القصة وبهذه السيرة. أنا من وجهة نظري إن المسلمين مسجونين في قصة حياة محمد وفي شخصية محمد. أثرت عليهم بشكل غير عادي، كل شيء عمله، كل شيء قاله، وكل خطأ أخطأه لازال يترتب عليه أخطاء تحدث حتى اليوم. ولكن العكس أيضا، شخصية محمد وسيرة محمد مسجونة داخل سجن المسلمين، سجن التقديس الزائد عن الحد، التمجيد، كله إلا رسول الله. لا تنتقد الرسول، اللي ينتقده يموت. يعني حتى فيه شيء غريب جدا في الفقه الإسلامي، إن الذي يسب الله ممكن أن يتوب ويغفر له وما يموتش، خلاص تاب إلى الله اللي سب الله. لكن من يسب محمد حتى لو تاب يقتل، حتى لو تاب يقتل. وفي أكتر من مثل يستشهد به الفقهاء في هذه المسألة. منهم مثلا حديث موجود في سنن أبي داود، إن كان في جارية. يعني القصة تبدأ إن النبي ذهب إلى المسجد فوجد امرأة مقتولة أمام المسجد، فسأل بالله عليكم من فعل هذا؟ فجاء راجل أعمى قال له أنا قتلتها يا رسول الله، هي جاريتي ولي منها غلامين كاللؤلؤتين، ولكنها سبتك يا رسول الله فنهيتها، فسبتك فلم أطق فقتلتها. فيقف محمد ويقول أشهدكم أن دمها هدر، أشهدكم أن دمها هدر. فهم للعدالة غريب، فهم للعدالة غريب. إحنا بنتعامل مع قتل بني آدم، إنسانة. الراجل اللي قتلها ده ممكن يكون قتلها عشان أي سبب تاني، فيجي للنبي ويقول له عشان هي شتمتك أنا موتها، فيبقى ده في حد ذاته كافي إن خلاص دمها هدر. طب ما فيش محاكمة، ما حدش يسمع، ما فيش شهود؟ لا، ده دم بني آدم. بس الكلام ده موجود، سواء بقى القصة دي حصلت أو ما حصلتش، هي موجودة في التراث الإسلامي ويستشهد بها، واستشهد بها ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول. وقصص، خد من دي قصص كتير. تمجيد محمد ده بقى ترتب عليه إيه؟ ترتب عليه إن أنت ما بتعرفش تدخل في مشاكل الإسلام ونشأة الإسلام، لأن كل ما تيجي تقرب تقول لك أنت هتنتقد رسول الله ولا أنت مين أنت؟ ازدراء الأديان، إنكار ما علم من الدين بالضرورة. فالمسلمين مسجونين في سجن محمد، ومحمد مسجون في سجن المسلمين، تركيبة كده مش عارفين يخلصوا من بعض. وأنا من وجهة نظري الخاصة إن لا يمكن يبقى في حاجة اسمها تنقية تراث وإصلاح بدون ما التخلص من هذه القدسية على محمد وعلى القرآن. وده اللي احنا هنحاول نعمله في الحلقات اللي جاية مع بعض، ان احنا نطلع من الصندوق قصص من حياة محمد ومن القرآن ونناقشها بمنطق عقلاني إنساني، لا بنشتم حد ولا عايزين نعمل مشاكل مع حد. قصة حياة محمد فيها نقاط تحول كثيرة جدا، في أثرت فيه نفسيا، وده الجانب اللي المسلمين دايما مش عايزين يعني يتطرقوا له. هل من الممكن أن يكون محمد كان عنده مشاكل نفسية ووجودية؟ لا لا لا، النبي كامل ومنزه، لا، بشر زيك، وكان عنده دوافع بشرية ودوافع نفسية ودوافع إنسانية ودوافع غرائزية.
ولو فهمنا ده هنقدر نفهم القوانين وهنفهم تطور القرآن والسيرة. طيب ايه نقاط التحول اللي احنا هنتعامل معاها واحنا بنتعامل مع شخصية محمد؟ اول نقطة تحول طبعا هو موت امه وهو في عمر 6 سنوات. كما تذكر السير ان محمد ابوه مات قبل ما يولد، ودي فيها مشاكل هنتكلم فيها فيما بعد. ابوه كان مين بالظبط ومات ازاي وايه نسب محمد بالظبط، ده هنتطرق ليه في حلقة كاملة. لكن امه ماتت في الطريق وهو عمره 6 سنوات وهو معاها، هو ظل يبكي على صدرها وهي في وسط الصحراء ولوحده. فطبعا ده أزمة وجودية غير عادية، إنه تيتم يتم كامل وأصبح وحده في وسط الصحراء. يعني تركه أعز شيء عنده، اللي هو ممكن يديله أمان، يكون مثل أعلى ليه، إن هو يعني يديله إرشادات في الحياة، لكن هو طلع لوحده كده يتيم. فيجي نقطة التحول التانية هنلاقيها لها علاقة بالنقطة دي. ايه نقطة التحول التانية؟ زواجه من خديجة. زواجه من خديجة وهو في عمر 25. طبعا عمر 25 للزواج لرجل عربي في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي سن متأخر جدا. 25 سنة بيكون عندهم بتاع 6 أولاد في الوقت ده. ليه اتأخر زواجه؟ برضو دي علامة استفهام غريبة، لأن هو نفسه كان بيقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني كل ما تبدر في الزواج يكون أحسن عشان تعصم نفسك، عشان يعني يقول لك الزواج نصف الدين. طيب هو ما تزوجش ليه لحد عمر 25 سنة؟ في السيرة بنقرأ إنه وهو صغير طلب الزواج من بنت عمه أبو طالب، عمه بقى اللي هو رباه بعد أمه ما ماتت وبعد جده عبد المطلب ما مات. عمه أبو طالب هو اللي تولى رعايته. طب طلب الزواج من أم هانئ اللي هي بنت أبو طالب. أبو طالب رفض. ليه؟ يعني احنا هنقرأ في السير بعد كده أنه كان اسمه الصادق الأمين، وكانوا هم بيستشيروه، وكان من بني هاشم اللي هم يعني أصحاب الحمص وحراس الحرم ولهم سقاية الحجيج. طب ليه الراجل الصادق الأمين ده لما يطلب الزواج من بنت عمه يرفض ويجي يزوجها لراجل تاني اسمه هبيرة؟ فمحمد زعلان يقول له زوجت هبيرة يا عم وتركتني. يعني بيتكلم من منطق إنسان ذليل. وده مهم جدا عشان نفهم نفسية النبوة اللي هتيجي بعد كده، إن الشخص دون كان منبوذ يعني كان مش محبوب، كان فيه مشاكل بينه وبين حتى أهله، إن عمه نفسه مرضيش يزوجه بنته. ولما بيقول له زوجت هبيرة وتركتني، فعمه أبو طالب بيقول له الكريم للكريم، يعني بيقول له أنت يا محمد مش كريم. طيب نقطة التحول الثانية اللي حصلت بعد كده زواجه من خديجة. حصل نفس المشكلة، إن خديجة المفروض زي ما السيرة بتقول لنا أكبر منه ب15 سنة، يعني عندها 40 سنة في هذا الوقت. تزوجت مرة وترملت مرة وعندها أولاد من زيجاتها السابقة. يعني واحدة زي دي النهاردة في أي بلد عربي صعب جدا إنها تلاقي حد تتجوزه، فما بالك بقى يعني واحد من سادة القوم ومن بني هاشم والصادق الأمين وكل الحاجات الجميلة دي كلها. أبوها مرضيش. في مسند أحمد هنلاقي القصة، وابن كثير أشار إليها في البداية والنهاية. مرضاش ليه أبوها؟ يعني شخص لا يعتد به، يعني محمد، مين محمد؟ فالقصة اللي بيحكيها مسند أحمد بتقول إن خديجة سقت أبيها خمرا لحد ما سكر، ولبسته حلة وحنت له دقنه
فصحي من النوم تاني يوم كانوا اتجوزوا. فهو كان هيتجنن وهيجيب سلاح وعايز يقاتل وعايز يعمل، فقالت له ما تفضحناش ومش عارف. يعني المهم ان المرأة التي تحتاج الى هذه الحجة عشان تتزوج من شخص، يبقى اكيد هذا الشخص عنده مشكلة. ايه هي المشكلة دي؟ احنا مش عارفين. في حاجات كتير اتشالت من السير وتم التعتيم عليها، احنا مش قادرين نفهم ايه هذا الشيء. ايه نقطة التحول اللي بعد كده في حياة محمد؟ تزوج خديجة وابتدى يعيش حياة مستقرة، وخلته تاجر وخلته يسافر للشام وبقى عنده فلوس. المفروض ان خلاص حياته استقرت، بقى يبقى كله في التمام. في عمر 40 حصلت له أزمة ما محدش عارف ايه هي، لما شخص يسيب شغله ويسيب بيته ويروح يقعد في الصحراء او يقعد في جبل يقفل على نفسه غار. ده بيكون شخص بيهرب من أزمة معينة، احنا مش عارفين ايه الأزمة دي. يعني هل بقى مشاكل زوجية، مشاكل نفسية، مرض معين أصابه، ما احناش عارفين. بس في نقطة تحول معينة في سن 40 حصلت له، خلته ان هو يمشي. ابتدى يعني يعمل حاجات غريبة جدا، اللي هو ايه؟ يقول الحجارة بتتكلم. يعني ان انا بمشي بقول السلام عليكم، الحجارة ترد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني اللي بيقول حاجة زي كده النهاردة بناخده نوديه لطبيب نفساني. اللي بيقول انا كنت قاعد في غار ودخل عليا راجل خنقني وقال لي اقرا من الكتاب دون، وخنقني تاني وقال لي، ويرجع. يعني لو واحد رجع لزوجته بعد كل ده، هتاخده وتروح على طبيب نفساني، على مصحة نفسية، تقول الراجل ده عنده تهيؤات. في حاجات في علم النفس كده اسمها visual hallucination، يعني هلوسات بصرية وهلوسات سمعية، مرض. لكن في هذا الوقت ما كانش فيه مصحات نفسية في مكة، وما كانش فيه دكاترة الرجوع إليها، فكان دايما بيفسروا الحاجات دي حاجة من اتنين. الناس العقلانيين كانوا يعني بالنسبة لزمانهم عقلانيين، يقولوا ده يعني عنده مرض أو جنون. والناس اللي هم بقى عايزين يقولوا ده وحي ومن السماء وكلام وقصص زي كده. هنرجع لموضوع الوحي وموضوع القرآن فيما بعد، بس احنا بنتكلم دلوقتي في نقاط تحول في حياة محمد. المهم، محمد كان شخصية عبقرية ومريضة في نفس الوقت. ليه؟ إن هو حتى مرضه كان بيقدر إن هو يستثمره في إنه يخلق منه شيء كويس وشيء جميل. إحنا العلم الحديث أثبت لنا إن الأمراض النفسية والعقلية لها أحيانا أعراض جانبية زي الوحي، إن هو يشوف رؤى جميلة، يحس إنه لمس سر من أسرار السماوات، يحس إن في قوة عظمى، قوة عالية في السماء بتتكلم إليه وبتديله معلومات ما فيش غير هو بس اللي بيطلع عليها. وفي مرضى كثيرين، سواء بقى بالفصام، سواء بالصرع، سواء بالهذيان، بيجيلهم أشياء شبيهة جدا بالوحي، وبتكون روحانياتهم عالية جدا، لأن الشخصيات دي بطبيعتها بتكون شخصيات حساسة. يعني أنا مش عايز أدخل على شخصية محمد من الأساس وأقول إن هو شخص أجرم وعنيف، لا، أنا بقول إن أساسه شخص يتيم منبوذ، أحس بالإهانة، أحس بالفقدان وهو طفل، وأحب إن هو يعوض هذا الفقدان. فالوحي بالنسبة له كانت فرصة، أو كان زي غار حراء بالظبط، مكان يستخبى فيه، زي نفس كل النساء اللي تزوجهم بعد كده، كان مكان يستخبى فيه بعد أمه ما ماتت. فيا ريت واحنا دايما بنتعامل مع الشخصية المحمدية لا ننسى الجانب الإنساني فيها، وإن كل أفعاله كان ليها شيء يتعلق بعقله الباطن، شيء يتعلق بطفولته، شيء يتعلق برغبته في العرفان، في الحنان، إن حد يؤمن به، إن حد يعني يكون محيط به.
فنقطة التحول اللي بعد كده كانت طبعا شديدة. خديجة نجحت بعد الهواجس المرضية اللي حصلت له ان هي تقنعه ان لا هو كان نفسه مقتنع وبيقول انا مسني الشيطان. مش اول شيء خطر في باله ان ده وحي وربنا بيكلمه، لا، هو اول شيء خطر بيه قال ان ده مس من الشيطان، وكان رايح ينتحر. الكتب الاسلاميه هي اللي بتقول كده، انه وقف فوق الجبل وكان عايز يرمي نفسه لحد ما شاف جبريل قاعد على كرسي بين السماء والارض. شوف الافكار يعني، وقال له لا انت رسول الله وما تموتش نفسك، انزل. خديجه قدرت تمتص هذا الشيء، فيعني عشان ما فيش مصحات نفسيه في مكه، هي بقت هي المصحه النفسيه، هي اللي بقت تقول له لا ده وحي، وده انت نبي، وانت شيء كويس، وانت جميل خالص. بعد كده هدي وابتدى، ودي عبقريته بقى، ان هو يحول المرض الى شيء فعال، انه ينتج من هذا المرض، يستثمر هذا المرض. فابتدى يتكلم في الوحي، وابتدى يدعو الناس ل يعني ما كانش لسه في حاجه اسمها دين جديد، هو بيقول دعوه محمد، دعوه التوحيد. ما كانش في حاجه اسمها الاسلام لسه على فكره، واي حاجه في مكه ما فيش كلمه الاسلام فيها خالص. ومر الوقت بس ما فيش نجاح، ساب شغله وخديجة بتصرف عليه وخلاص. 10 سنين كاملين ما بيشتغلش، ما جابش مليم البيت، بس عمال يحاول ان هو يدعو ما فيش. فبس هو كان بيتحمل، لان خديجة كانت سند نفسي ليه وسند اخلاقي واجتماعي، ملوش حد غيرها، حتى اهله يعني او القبيلة اللي هو يعني يظن ان هو ينتسب اليها، بني هاشم، ودي مشكله كبيره هنتكلم فيها بعد كده. هل هو فعلا كان ينتسب الى بني هاشم ولا كان فيه مشاكل تانية؟ لكن في السنه العاشره بالضبط من بعثته بقى او من نزول الوحي ماتت خديجه، ودي كانت نقطه تحول رهيبه في حياه محمد، لان مع موت خديجه يعني تطرف محمد سياسيا وفكريا واخلاقيا وعقليا كمان. يعني ابتدت اشياء غريبه تحصل له بعد موت خديجه. يعني اول شيء كان انه يطلع الطائف، فبيقول ضربوه في الطائف وحدفوه بالحجاره. طبعا ده شيء مش منطقي بالمره على فكره، لان القبائل العربيه معروفه ان اي غريب داخل عليهم الاول يكرموه ويحسنوا اليه عشان يتجنبوا حتى على الاقل ان يحصل حروب، لان مش عارفين ده من قبيله مين. فواضح ان هو كان مشتت، او ان هو يعني كان اداهم انطباع انه شخص غريب، والا ما كانوش حدفوه بالحجاره. فهو راجع من الطائف ينزل عليه الوحي، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى رشد فامنا به. دي نقطه مهمة جدا لفهم شخصية محمد ونفسيته وأزمته، إنه شخص نفسه إن الناس تؤمن بيه. فلا بتوع مكة اللي هم قرايبه أمنوا بيه، ولا بتوع الطائف اللي هم الغرباء أمنوا بيه. فمين يآمن بيه؟ الجن، يعني جنس تاني خالص غير البشر. لا وبعدين إيه، بقوا يزدحموا حواليه بقى، وجموع من الجن يعني تجمعت حوله، اللي هو ما حصلهوش في مكة. فيجي ايه الصورة اللي بعد صورة الجن بعد كده، تنزل ايه الصورة؟ برضو معجزة تانية، صورة الإسراء، إن هو ركب على طائر غريب ولا نص بغل ونص حمار، وراح على المسجد الأقصى وصلى إمام بكل الأنبياء بما فيهم إبراهيم أبو الأنبياء وآدم أبو البشر. يعني إيه؟ قمة التكريم بقى زي ما بيقولوا. فالحاجات اللي هي المسلم بيسمعها ويقراها في السيرة ويعديها. طب يعني كان في نكتة دايما كنت بسمعها زمان، كانت مضحكة، ان طفل عنده 11 سنة بيقول لأبوه في المدرسة: أبويا أنا النهاردة الأستاذ حكى لنا قصة غريبة جدا في المدرسة. قال لك إيه؟ قال له بيقول النبي كان نايم، وبعدين جاء جبريل صحاه من النوم، وبعدين ركبوا صاروخ وطلعوا السماء.
قال له صاروخ ايه وكلام فارغ يا ابني، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قال له امال لو قلت لك قال لي بيركبوا ايه، كانوا راكبين ايه بالظبط، كنت هتعمل ايه؟ فاحنا بنسمع القصه بتاعت انه ركب بغل، نص بغل نص حمار، وراح على القدس وصلى بيهم، وبعدين طلع السماء وصعد الى سدره المنتهى واتفرج على الجنه والنار، وبعدين رجع وكان الفراش دافي، وبنحتفل بليله الاسراء والمعراج. ولا واحد يفكر يقول طب مش ممكن الرؤيه دي او القصه دي كلها انها انعكاس نفسي للرفض وللفقدان؟ واحد لسه فاقد زوجته اللي هي اعز شيء عنده، حتى على فكره عمه ابو طالب مات في نفس الشهر مع خديجه، يعني كل اللي كانوا بيساندوه راحوا، وراح الطائف حدفوه بالطوب. فالمنطق ان الانسان يبتدي في الهذيان، انه يبتدي يفكر بقى جنون العظمه، انه مش بس ان هو الجن امن بيه، لا ده ربنا يجيب له يعطل قوانين الكون الطبيعيه ويخليه يطير على حصان ويروح القدس وبعدين يطلع السماء ويشوف وبعدين يرجع تاني. ده نفسيه انسان مريض مرفوض منبوذ. فهو الطفل دايما، ومحمد دايما بيرجع للطفل اللي فقد امه في حياته. انا دايما بقول محمد يعني كم العنف اللي عنده كان من فقدان الطفوله اللي حس بيه، فبيرجع محمد الى هذا الغار اللي هو اسمه الوحي عشان يهرب من كل الفقدان اللي حصل له، فيبتدي يحلم بالسماء ويحلم بالوحي ويشوف القصص الغريبه اللي بتحصل له عشان يقول للناس يعني انا انتمي الى مكان اخر. العوض بيجي من فوق. انتظرونا في الحلقات القادمه، هنتكلم وهنطلع من الصندوق اشياء جديده من قصه حياه محمد. وتابعونا على قناه اليوتيوب حامد.tv وعلى الفيسبوك صندوق الاسلام. اشوفكم على خير.